يا مساء الفل. التاريخ مليان حاجات غريبة، لكن الآثار فيها حاجات أغرب. منها مثلا إنك تلاقي باب كنيسة متركب على مدخل جامع، وده بيثبت إن أكيد في حكاية غريبة في الموضوع. تابعنا لآخر الفيديو عشان تعرفها. في وسط شارع المعز وأمام سبيل محمد علي في النحاسين بتقع مدرسة السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، واللي دايما لما بروحها بفتكر مقولة من تراثنا الشعبي بتقول: يعني هتفتح عكا يا خي. المقولة دي توارثتها الأجيال وبتتقال في بعض الأوقات تعبيرا عن السخرية، وفي أوقات تانية تعبيرا عن الشيء المستحيل حدوثه، وده بسبب الصعوبة الشديدة اللي واجهها المسلمين في استرداد مدينة عكا من أيدي الصليبيين. عكا كانت آخر مدينة متبقية من معاقل الاحتلال الصليبي في بلاد الشام، واللي بدأ قبلها ب 193 سنة، وتحديدا سنة 1098 ميلادية، بعد ما نجحت الحملة الصليبية الأولى في تأسيس 4 إمارات صليبية هم الرها، أنطاكيا، بيت المقدس، وطرابلس. وبعد تحرير الأربع إمارات تبقت مدينة واحدة اتجمعت فيها كل القوى الصليبية المتبقية، هي مدينة عكا، واللي كانت في الأصل جزء من إمارة بيت المقدس، وقال عنها كل اللي شافها إنها حصن مستحيل الاقتحام. وبعد ما استطاع السلطان قلاوون إنه يجهز حملة كبيرة للخروج من مصر عشان يفتح عكا، يموت قلاوون فجأة في خيمته أثناء استعداده للخروج بالجيش. من بعده استطاع ابنه السلطان الأشرف خليل إنه يسيطر على مقاليد الحكم. لو كان لخليل بقى حسنة واحدة في فترة حكمه فهي قراره الجريء جدا باستكمال عملية الفتح لعكا. وبالفعل جهز خليل حملة ضخمة جدا من المقاتلين تعتادها 60,000 فارس و160,000 جندي من المشاة المسلحين عشان يحاصر عكا، واللي كانت مكونة من عدة حصون داخل بعض، واللي وصل تعداد جنودها حسب المصادر التاريخية من 30 ل 40 ألف شخص. استخدم السلطان خليل في حصاره لعكا أذكى وأقوى استراتيجيات حصار المدن في العصور الوسطى، لدرجة استخدامه ل 92 منجنيق بمختلف أنواعه، زي المنجنيق المنصوري الضخم اللي كان بيسير على 100 عجلة. وبعد أكتر من 40 يوم من الحصار الشامل استطاع السلطان الاستيلاء على عكا وتحريرها وطرد آخر جندي صليبي من المشرق الإسلامي. وبمجرد تحريرها أمر السلطان خليل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بتدمير المدينة تدميرا شاملا وفق خطة موضوعة بعناية، حتى لا يتبقى للصليبيين أي أمل في العودة ليها مرة أخرى. الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بقى وجد بوابة جميلة جدا على مدخل إحدى كنائس عكا، ومن شدة جمالها رفض تماما إنه يدمرها. مش بس كده، ده أمر كمان بنقلها معاه للقاهرة كتذكار وشاهد على استرداد مدينة عكا من الصليبيين. وظلت البوابة موجودة في القاهرة حتى بعد قتل السلطان الأشرف خليل وعزل أخوه السلطان الناصر محمد بن قلاوون، لغاية ما تولى السلطان العادل زين الدين كتبغى مقاليد الحكم، ودلوا الناس على البوابة الجميلة دي. ولما شافها أعجب بيها جدا وقرر وضعها على مدخل مدرسته اللي قرر إنشائها في شارع المعز، مدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وطبعا عارف السؤال اللي جه في بالك دلوقتي، هي المدرسة دي بتاعت مين؟ الناصر محمد ولا العادل كتبغى؟ هجاوبك واقول لك ان دي من اكبر حوادث التزوير في الاثار الاسلاميه، ودي بقى حكايه تانية نحكيها في فيديوهات جايه. قولوا لنا في الكومنتس، اخدتوا بالكم قبل كده من البوابه دي لما رحتوا شارع المعز ولا لا؟ سلام.